السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ حلقة جديدة من فيلسوف الكورة. وحشتوني جدا جدا جدا. قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل اللايك، سبسكرايب، تفعل زر الجرس، تكتب كومنت، تعمل شير عشان الحلقة توصل لغيرك. النهاردة معانا حلقة من الآخر، أحداث كتير، حلقة دسمة، حلقة تقيلة. فايه ما تنساش برضو ايه كوباية الفوار بتاعتك. وأقابلك بعد الانترو. ورجعنا بعد الانترو. النهارده يا جماعه الحلقه دي بصراحه كده، الحلقه دي خانقاني شويه، وانت هتعرف ليه. لان اول موضوع معانا هو محمد صلاح وصل خلاص كده، اعتبره وصل نادي اتحاد جده. تقول لي ازاي؟ هقول لك. حلقه الماتش بتاع امبارح، طبعا انت ممكن تشوف الحلقه دي النهارده يا بكره. فماتش امبارح اللي كان ما بين ليفربول ونيوكاسل الانجليزي. الماتش بصراحه يعني انا كنت وانا قاعد كده عمال اقول ده اخر ماتش خلاص كده لصلاح، لان هو بعد الماتش ده خلاص اتاكدت خارج على دبي، هيعمل الكشف الطبي ومن بعدها يصبح لاعب لنادي اتحاد جده رسميا. وده الامر اللي مخليني يعني زعلان. بس تعالى كده مثلا ايه، نبص على العائد المادي. بس انت خلي بالك قبل كل ده اللي ياكد لك ان بعد الماتش كل اللعيبه راحت تحيي الجماهير ويورجن كلوب كله الا صلاح. صلاح سلم على يورجن كلوب راح فلق. بس تعالى بقى نبص على العائد المادي، وده الحاجه اللي خلت ايه يعني ممكن اسامحك صراحه. العائد المادي هو ايه؟ 1,500,000 جنيه استرليني في الاسبوع. 1,500,000 جنيه استرليني في الاسبوع. طب هو بياخد في الليفر كام؟ 350,000 استرليني. 350,000 استرليني ده على فكره مش مبلغ قليل، ما تستهينش ب 350,000 استرليني، ده مبلغ كبير. فان انت تاخد 1,500,000 استرليني، ده ما يعادل كده بحسبه صغنونه 60 مليون جنيه مصري. 60 مليون جنيه مصري ده في اول اسبوع، انت بتاخد 60 مليون جنيه في الاسبوع. يا لهوي. انت عارف ده انت تنزل على اكبر كشك في مصر تجيب علبه الشيبسي اللي هي الصفيح البرينجلز دي. هو بصراحه العائد المادي كويس. عارف يعني انت لو حسبت الموضوع ده في السنه هتلاقي ان هو بياخد 3 مليار جنيه في السنه. 3 مليار. ده كده ممكن ينزل يجيب كرتونه بقى، كرتونه اللي هي البرينجلز دي. ده موضوع بتاع صلاح. واول ما هينزل الفيديو بتاع التقديم والسيشن هطلع واوريك الفيديو كامل قدام عينيك. هنعمل ايه؟ 3 مليار جنيه يا جماعه. الموضوع اللي بعده وهي اقاله امير توفيق. مش انا لسه كنت قايل لك كده يا ابني في الحلقه اللي قبل اللي فاتت؟ مش قلت لك أمير، ولا الحلقه اللي فاتت دي على طول بتاعت امبارح؟ قايل لك امير توفيق في ايامه الاخيره. إقالة أمير توفيق دي أصبحت عليها بعد يعني ساعات أو أيام. ليه بقى؟ لأن نص الإدارة بتاعت النادي الأهلي والأعضاء اتفقوا إن أمير توفيق لازم يمشي عشان هو ما قدمش جديد للنادي، وهو مش قادر يعني يحسم صفقة المهاجم اللي هجيب لك سيرته في الآخر، موضوع جامد استناني. والنص التاني قايل ان هو ما يعني كل اللي اتقال له عمله، يعني مفيش حاجه اتقالت له مثلا وما قدرش يعملها. قال لك طب المهاجم، قال لك لا ده المهاجم هو دي اساسا مشكله بتاعت النادي عشان المبالغ اللي مش راضي يدفعها عشان المهاجمين غاليين. تمام. فانت اكتب لي رايك، هل امير توفيق مظلوم ولا امير توفيق محتاج يقعد؟ الموضوع اللي بعده هي سرقه نادي الزمالك. نادي الزمالك بيتسرق. وعرفنا كده ازاي؟ اللجنه الثلاثيه اللي جت اتعينت من كام، من 5 ايام او 6 ايام، اسبوع تقريبا. اللجنه دي لقت ان في 65 موظف متسجلين في نادي الزمالك وهم مش موجودين بالفعل. يعني مفيش الموظفين دي اساسا، اسامي وهميه. بيقبضوا كام بقى ال 65 موظف دول؟ 350 الف جنيه. 350 ألف جنيه. الكلام ده مش كلامي، الكلام ده كلام الإعلامي كابتن أحمد جمال على قناة نادي الزمالك، أنا ماليش دعوة.
فان انت تدفع 350 الف جنيه هوا مش لناس مش موجوده، دي تبقى سرقه. واحنا اللي كنا مستغربين نادي الزمالك بيقع عليه. ما اصل كيان نادي الزمالك ملوش فيه، كيان نادي الزمالك ملوش دعوه. انت المشكله في الناس، الاعضاء، لما بيبقى فيه فاسدين جوه النادي ما بتعرفش تظبط النادي كله، فلازم تنظف النادي، وده اللي هيحصل ان شاء الله. وده اللي ودى لرفع الحجز على ارصده نادي الزمالك. وحاجه حلوه جدا ان في 6 رعاه جدد ممكن يعلنوا ان هم هيبقوا مع رعاه لنادي الزمالك. يعني نادي الزمالك هينتعش بفلوس، هينتعش بفلوس ان شاء الله، ان شاء الله. بس ايه، والصفقات دي تتم ورفع الحجز يبقى تمام، وفترات القيد دي تروح عشان نشوف لعيبه بقى وبتاع، ونشوف التنافسيه ترجع تاني للنادي الزمالك. المشكله اللي بعدها هو السوبر الافريقي يوم 15/9 الجاي، اللي هيبقى مشارك فيه النادي الاهلي ونادي اتحاد العاصمه. ان شاء الله هيبقى يوم 15/9 في ملعب الملك فهد الساعه 6 مساء. طب فيها ايه المشكله دي؟ اقول لك دي ازمه كبيره جدا. قول لي ليه؟ اقول لك ليه. لان دلوقتي الاهلي سافر النهارده للنمسا عشان يعمل المعسكر بتاعه. انت ممكن تشوف الحلقه دي بكره، فيبقى هو سافر بكره مش النهارده. يبقى سافر امبارح، عشان انت بتشوف الحلقه، سافر امبارح للنمسا وبدا يعمل اول مران ليه. طيب ايه المشكله؟ ان ممكن يوم 3/9 الجاي روي فيتوريا هيعمل المعسكر بتاعه عشان ماتش اثيوبيا وماتش تونس. طيب ماتش اثيوبيا تحصيل حاصل، ماتش تونس ماتش ودي. هل لعيبه الاهلي قادره ان هي تسافر؟ يعني هي بتتمرن دلوقتي فين؟ في النمسا. تسافر تروح على المعسكر، بعد كده تروح لعبه ماتش اثيوبيا، بعد كده تروح لعبه ماتش تونس، تروح مسافره. هي ماتش تونس هيبقى يوم كام؟ يوم 12. هتروح مسافره 13 14 هتستريح او هتلعب من مران، 15 يلعبوا الماتش. اصل انت يعني مش بتلعب ايه، مش بتلعب فلاش ولا بتلعب زهالك عشان تقول لي اللعيبه دي هتعمل كده. يا اما انت هتاخدهم مثلا المنتخب مش هتلعبهم في الاهلي. طب انت عندك سكواد كامل، شناوي، محمد هاني، محمد عبد المنعم. انت عندك سكواد النادي الاهلي كله اساسا منتخب مصر. امام عاشور، ايه تاني؟ مين؟ ايه يا جدعان؟ مش كده. يعني انت طب ايه؟ هل انت متاكد ان انت محتاج كده؟ طب ده ماتش تحصيل حاصل. رو فيتوريا قال لهم لا ده مش تحصيل حاصل، انا عايز اطلع اول مجموعه وتصنيف اول وبتاع، وماتش تونس عايز اجرب الخامات اللي عندي. طب طب ما هو في ماتش رسمي عندنا، بطوله رسميه، انت كده بتقول الاهلي يخسر بقى البطوله دي. قناعات روي فيتوريا، وهنشوف هيعملوا ايه. هي انت كده هتبوظ المعسكر بتاع النمسا. دي كانت ازمه المنتخب. الموضوع اللي بعده هو القندوسي الى سيراميكا رسميا. مين قال لك ان القندوسي ماشي رايح اعاره؟ بس انا كنت متوقع ان الاعاره دي تبقى في الخليج عموما يعني. بس ودوه نادي سيراميكا. نادي سيراميكا هيقعد السنه الحلوه الجميله، هيروح راجع مفيش منه. اتوقع ان بعد ما مشوا حمدي السنه الجايه هيمشوا عمرو السوليه، ويبقى القندوسي يخش في السكواد بداله، عشان في كوكبه من اللعيبه في خط الوسط. اخر واهم موضوع معانا هو جاكسون موليكا اللي احنا ما وراناش غيره. جاكسون موليكا اللي احنا قعدنا نتكلم عليه كتير قوي. جاكسون موليكا اللي احنا قلنا ان خلاص التفاوض راح معاه. لا، التفاوض ما راحش. ليه؟ قول لي ليه. هقول لك عينيا الاثنين اقول لك. يا عم في احلى منك. بس من قبل ما اقول لك كده، ليه انت عملت لايك واشتركت في القناه كده وفعلت زر الجرس؟ ما عملتش صح؟ انزل طيب، مش هاخد منك 4 ثواني يا عم. تك تك بس، خلاص كده. تعال بقى اقول لك ايه جاكسون موليكا. ايه الموضوع بتاعه؟ فعلا في تفاوضات دلوقتي، وتفاوضات جاده ما بين النادي الاهلي ونادي بشكتاش التركي. واتفقوا على 5 مليون دولار. متخيلين النادي الاهلي هيدفع 5 مليون دولار؟ فاهم انت الدنيا؟ بعد ما كان مجعبد في 4 وعايز ينزلها 3,800 و3 ونص وبتاع، هيدفع 5 بس. برضه يعني الاهلي عامل كده، ما بيدفعش على طول يعني، مش هيريحك الاهلي مش كده. الاهلي قال لهم ايه؟
انا هدفع الاثنين ال 5 مليون دولار دول على قسطين، 2.5 دلوقتي و2.5 ايه، لما تجيبوا اللعب. ده الكوبل بالرفض من نادي ايه، نادي بشكتاش. نادي بشكتاش التركي قال لهم انا عايز استلم الفلوس على نادي المقطم في شنط سامسونايت سودا كده، وتكون كاش رزم كده رزم. عارف انت، ولو لو عايزينهم ايه، عايزينهم عشرينات من اللي هي الجديده دي. تمام. تمام. فده اللي النادي الاهلي مش عايز يعمله عشان مش قادر يوفر سيوله ماديه، مع ان الاهلي معاه بس لا، كده ما بيحبش يصرف، هو ده اللي مخليه ناجح. تمام. فيعني يعتبر لو الموضوع ده ما ظبطش، انسى موليكا تاني، كل يوم مره نقول انسى موليكا يروح الاهلي داخل في العرض تاني. مش عارف، خنقونا وربنا خنقونا. الحلقه اتمنى تكون عجبتكم، لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس. سلام.